السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنشارك معكم هذا الكيك اللي كيجي لذيذ وبنين وساهل، صراحة ساهل في التحضير. الكيك اللي كيجي على شكل طبقات بالليمون والكريمه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنا كناخذوا اناء اللي غنخلطوا فيه الحلوى. كناخذوا البيض، يعني جوج ديال البيضات كيكونوا في حراره على حراره ديال المطبخ، ما يكونوش باردين، خصوصا دابا الجو بارد. من الاحسن انهم يكونوا على الحراره ديال المطبخ. جوج ديال البيضات، وانتم كيبقى القياس والكميه على حسب الاختيار ديالكم. بغيتو كيك يكون كبير اولا جوج طبقات ديال الكيك كتضاعفوا الكميه، كتخدموا بربعه ديال البيضات. بغيتو تكون فيها غير طبقه واحده ديال الكيك كيف ما غنصايب انايا، غديروا غير جوج ديال البيضات ونص كاس ديال السنيده حتى هي كتبقى على الذوق ديالكم. يمكن لكم تضيفوا شويه، تزيدوا على هاد النص كاس الا بغيتوها تجي حلوه بزاف. حنايا باقيين غنزيدوا الطبقات اللي غيكونوا حتى هما حلوين. من الاحسن انني نخدم غير بنص كاس ديال سنيده، يعني كاع هاد القياسات غندير نص كاس ديال الليمون، يعني نخدم بنص كاس. جوج البيضات تنخدموا بنص كاس، كنا خادمين بربعه ديال البيضات راه كنخدموا بكاس. هنا خدمنا نص كاس، ضفنا نص كاس ديال الليمون اللي معصور، وغادي نضيف نوجد نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت باش حتى هما نضيفهم. هاد المقادير هادو خدمنا بنص كاس زيت، نص كاس حليب، نص كاس ديال الليمون. الحليب حتى هو ما يكونش بارد، يعني كلشي كنخدموا به على حراره ديال المطبخ. انا هنايا راه غنضيف نص كاس ديال الزيت اللي تحدف ليا في التصوير. هنايا غادي نخلط الخميره، يعني غنوجدها وغادي نوجدو الدقيق نغربلوه، وغادي نضيف على حساب الخليط. يعني ما غاديش نعطيكم مقياس اللي يكون محدد. هنا كنمشيو من كاس ديال الدقيق حتى لكاس ونص على حساب النوعيه ديال الدقيق. هنا غنبقى نضيف الدقيق ونضيف هاد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات اي نوع عندكم. هنا ما نحتاجوش خميره ديال الفاني حسب من، يعني كاينه النكهه ديال الليمون. هنا غنبقى نزيد كل مره نزيد معلقه ديال الدقيق حتى نشوفوا على حسب الخليط شحال غنحتاجو. المهم يكون الدقيق مخلط مغربل، عفوا، باش ما كيجيناش صعيب في التخلاط. دابا هنايا غادي هاد الكيك هو واجد. من بعد ما دخلته للفران على حراره ديال 180 درجه، كنخليوه حتى كيطيب من الفوق ومن التحت، وكيكون الكيك واجد على هاد الشكل هذا. كناخذوه كنقلبوه على هاد الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا هنا، وغنخليه هنا على جنب. وغادي ندوز باش نوجد الكريمه اللي غادي نرافقها معاه. هنا من بعد راه غادي ناخذ واحد القالب اللي حتى هو وجدته غسلته باش يجيونا الطبقات يجيونا ساهلين. هنا كناخذ نص سيطرو ديال الحليب، على حساب الطبقه اللي بغيتوها تكون عاليه شويه كتاخذوا نص سيطرو. وناخذ هنا جوج المعالق ديال نشا ديال الذره مايزينا، وناخذ معلقه ونص ولا جوج ديال السنيده، حتى هو كيبقى على حساب الذوق. من معلقه ونص حتى لجوج. وكنخلط هاد المكونات هكا في الحليب بارد. من بعد عاد كنحطوه فوق العافيه وحنا كنخلطو. كنعرفوا ان المايزينا اولا النشا كيلصق لينا في التحت وكيتحرق، يعني نخلطو نوقفوا عليه حتى يكون واجد. هنا من بعد ما خديت هاد الكيك هذا ودرت هاد القالب باش كيجيونا فيه الطبقات يجيونا مقادين، غناخد نص كاس ديال الليمون. اما تدفيوه شويه اولا تخويوه بارد على حساب هاد الكيك هذا كامل. غادي ندخلوه للثلاجه حتى كيبرد، حتى كيشرب هاد المكونات كاملين.
يعني من بعد ما سقيت الكيك بالليمون غنضيف ليه الكريمه اللي صايبت بالحليب. هاد الكريمه هادي يمكن لكم حتى هي ديروا لها النكهه ديال الليمون اولا ديال الفانيل متوفره عندكم، غير الا بغيتو يعني كتبقى اختياريه. هنا من بعد ما كنخلي هاد الكريمه حتى هي على جنب حتى تبرد شويه، غادي ناخد هنا كاس ونص اولا جوج ديال الليمون معصور مصفي. غنضيف ليه فلون ديال الفاني عادي، كنضيف ليه سنيده معلقه ونص حتى هي اولا جوج ديال المعالق على حساب نتوما الكميه اللي درتو. انا ضفت ليه معلقه ونص. غنضيف ليه نص معلقه ديال المايزينا اولا نشا ديال الذره صافي. وكنحط كلشي نخلط هكا باردين باش يتخلط معنا داك الفلون وديك المايزينا في البارد. وعاد نضيفوهم نحطهم فوق العافيه حتى يعني حتى كيتخلطوا لنا هاد المكونات. هنا الحبيبات ديال المايزينا. من بعد ما سخنا هاد الخليط هذا غادي نضيفوه فوق الكيك فوق الكريمه. هي غتكون الطبقه الاخيره. كندخلوه للثلاجه وكنخليوه، المهم كنخليوه فوق البوطاجي حتى كيبرد وكندخلوه للثلاجه مده واحد الساعه هكاك. الا كنتم مزروبين بحالي راه خليته غير نص ساعه، غير برد الفلان، غير بردت هاد الطبقه الفوقانيه غير شويه. ودابا غادي نزينها. كيبقى كيف ما قلت لكم بقى التزيين كيبقى اختياري. نزينوها هكا بطريفات ديال الليمون، اي ليمون متوفر عندكم، اي نوع ديال الفواكه يمكن لكم تضيفوا الفريز البنان اي نوع. انا خدمتها غير بالليمون بوحدو. فضلت انني نزوقها هكا بالتزيين ديالها غير بالليمون. التزيين كيبقى اختياري الصراحه، كل واحد يعني ما يمكنش اي واحد يدير نفس التزيين، راه كيبقى التزيين اختياري اللي متوفر عندكم كتزينوا به. وهذا هو الشكل ديال هاد الكيك الطبقات. كتجي على هاد الشكل هذا. خليوها تبرد اكثر. انا هنا راه ما خليتهاش بردات بزاف كيف ما كتشوفوا، باقي الطبقه الفوقانيه باقا شويه متلوقه. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتكون هاد الكيكه تجربوها حتى نتوما وتجيكم لذيذه كيف ما جاتني انا وتعجبكم وتعجب وليداتكم. كنتمنى الفيديو اللي عجبكم ديروا لايك، تشتركوا في القناه الناس اللي باقيين ما اشتركوش عندي، وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا.